هي وكيفه. تخيل لما تكون إنسان كفيف وتطلب الله، صار على الحياة زيك زي البخير المتعافي، يومي كله ربحي بالخبز 700 ريال متر 500، وفوق هذا كله يجي عادوا من ينصبك واللي يقول لك هذا 1000 وهي 500، واللي يجي يقول لك هذه 500 وهي 100 ولا 150. علامة ما بجليك ما حد داره الوضع، ولا حتى لو الوضع خيبة مش على كفيف. ما أناش غني وما أناش في نهاية سعيدة، نعم عندي بياس وعندي شركات، واللي يزيد يقهرني العالم كله. الكفيف يكون له إعانة من الدولة من الناس من أهله، إلا باليمن قهوة من وعادهم يسألوه، ادالي حبة دخان، وفى لي حق القات، ادالي 100 سلاف، ادالي 1000 صلوا على النبي كما والله إن قال شعب حياة. هو حاجة يا إن أصبر على العمى يا إن أصبر على الناس، هذا واحد منكم، يا العمى انتو ما عادش عمى وجع قلب. تخيل لما تتعب بشغلك تشتغل وبالاخر تطلع مديون، قسما بالله ان اليوم اديك الخبز النودي وان عندي لصاحب الخبز 700 وعاد ما نجي لك ادالي انا جاوع ادالي والساعة ارد الناس، والله ما ارد احد ذوكه ربي داري، والناس دارين اللي يبسون اللي يجي يقول لي انا جاوع بس استحي من الله لما يردوا على لقمه. وبورا قسما بالله ان دائما تتغالطني واعرف صوتي من بين 1000 مرة. اداني 3 كاس او اللي يصرفها امسكي، وكل مرة امسكي، دحين تجي مرة ثانية ولا حاجة والله ما علي تقول لي ولا صرف، ابتسم لي اقول لي طيب امسكي. انا دارني نصابة، ومرة تهدي لي من حق ما اطلع ومرة من حق ما انزل، ومرة واحد ادي لي 500 يقول لي هذا 1000 وردوا باقي 1000 يعني ادوها 500 و200 وعجنبي 300 عيش. يعني ما يخافوش الله ولو ان الوضع خيبه، بس ما تجيش على انسان كفيف اللي صار على الحياة زيه زي البخير المتعافي. تقوى الله ما نشبكوا يا انتو يا العمى، اصبر على حاجة يا عمى يا الناس الخياب. لكن شاهد الله مع اللي يقول بداخلي الا الله يسامحهم والله يعوضهم. اقول سهلة هي لقمة، لكن أنا وصلني مرحلة والله نغاشبك حياة، والله إني أفكر بيه بعقلي، مش للدرجة هذه قسوة القلب للناس. لما تبصر إنسان معاه كفيف ليطلب الله وشقاء كل اليوم وأنت كفيف، تحس فطيسة جزء له غلطة بذنب الناس هذا. مو تقولوا عنهم أنا ما شديت له، ما تقولوا أنتوا عنهم. صلى الله عليه وسلم.